السلام عليكم البنات، رجعت لكم في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون وصفة بزاف مميزة، بنين واكيد الوصفة حصرية، يعني ما كانش لي دار هذه الوصفة. جاية بنينة ومميزة جدا في الذوق ولا في الشكل. انا في الذوق صراحة عجبتني بزاف، وديما نقول لكم يعني ثقوا في ذوقي. كي تكون حاجة بنينة نقولها. تبعوا معايا الوصفة والمقادير. واش نحتاجو هنا؟ عندي بندق محمص ومرحي. ديروا الكميه اللي تحبوها نتوما، 3 ملاعق او 4 ملاعق او 5 ملاعق كما تحبوا. عندي كاز جوز الهند عادي رقيق. وهنا عندي ملعقه مارغرين، ديما راح نضيفها هذا الحشو ماشي لاباط، باش تبقى لنا طريه وزيد تمد لنا بنه. فوالا انا حنذوبها في الميكرووند. ديروا ملعقه اكل ما تكونش مملوءه لدرجه كبيره. هنا نديروا كميه المارغرين تاعنا كامل. في بلاصه البندق هذاك تقدروا ديروا اي مكسرات اخرى اللي تكون متوفره في البيت، لكن من احسن بندق، بما انه هذا الكاطو اسمه مقروط البوينو على بالنا مخدومه بالبندق. هنا نجيو نلمو الحشو تاعنا بكريمه البندق. استعملوا اي مارك تكون متوفره في الاسواق، يعني صراحه نخرجوا بزاف لي مارك وانتم خيروا اللي تحبوها. انا هنا راني نلم بشوي. اللي عندها العسل يا البنات دير 2 ملاعق عسل. العسل راح يخلي الحشو تاعنا معسل وطري اطول مده. انا متوفر ليش، اذا كملت لميتو بالبوينو وحدها بكريمه البوينو، لكن العسل راح يطمم لكم لاباط تاعكم. ماكمش راح تحتاجوا بزاف كريمه البوينو، يعني في لافارس لازم ديروا 2 ملاعق عسل. هاي لكم لاباط تاعي، عفوا لافارس تاعي. بقيت نلم فيها بشوي حتى نتلمت لي تماما، راهي طريه، درتها شويه طريه. فوالا نخليها تشرب شويه دوك. نرجع لها بعد مده نلقاها شربت. هنا في نفس البول اللي درت فيه الحشو راح ندير لاباط تاعي. عندي صفار بيضاء، راح نزيد لها 100 غرام مارغرين. نتوما هذا المقادير تقدروا ديروا 125 غرام مارغرين، انا حندير 100 غرام فقط. صراحه ما نحبش نخدم بزاف الكاطو باسكو غير انا والزوج ما كانش شكون ياكل، يعني ماذا بيا ندير بالكونتيتي صغيره فقط. نتوما اذا عدتوا عائله كبيره ولا كوموند اكيد راح نضافوا المقادير. هنا عندي ملعقه سكر، سكر غلاس مملوءة جيدا. وهنا ملعقة كاكاو بني. نخلطوا هذه المكونات مليح مع بعضهم حتى ينسجموا لنا. هذا الكاطو ما يجيش حلو خلاص، جاي معتدل في الحلاوة. اذا تبعوا المقادير بالضبط دوك يخرج لكم كما انا تماما. اللي حب الكاطو حلو يزيد سكر غلاس. هاي لكم لاباط ما فيهاش الخميره. ونجيو نلمو لاباط تاعنا بالفارينه. اكيد استعملوا ايديكم، لانه لاباط كي تعود فيها الكاكاو تنشف بالخف، يعني الفارينه ضيفوا بالكميه الصغيره وتبقاو تلموا بشوي حتى تحصلوا على اون بات ما تكونش ناشفه بزاف، باسكو الكاكاو دوك ينشف لكم لاباط تاعكم. خليوها طريه شوي، من بعد خليوها تربوزي 10 دقائق راح تشرب لكم تماما. هنا راني نلم في لاباس تاعي بالفارينه. هاوليكم القوام اللي تحصلت عليه. وهنا حكمت لاباس تاعي ولا فخس تاعي قسمتها على 2 وزنتهم في 2 كما راكم تلاحظوا. ونجيو نخدمو كما راح نخدمو المقروط. نحلو لاباط ونديرو فراغ في الوسط، من بعد هذاك الفراغ نحطو فيه الحشو تاعنا. البنات هذا الكاطو تقدروا ديروه بذوق الشوكولا، في بلاصه كريمه البوينو ديروا شوكولا اتارتيني عادي، لكن بالبوينو جا بزاف مميز. اذا شريتوا علبه تاع المورجين هذيك الصغيره، خلاص هذيك الصغيره راح دير لكم حوالي 30 حبه. تسمى يعني ما تخافوش ماهيش مكلف بزاف هذا الكاطو. العلبه ديك الصغيره تماما ندير لكم 30 حبه او اكثر على حسب الحجم اللي قطعتوا به الكاطو تاعكم. نحطوا لافاغس تاعنا ونبداو نغلقوا عليها بصباعتنا هكذا كيما مرفي نديروا مع المقروط. فوالا راني نضغط بشوي، من بعد تحكموا هذيك البودان تاع الكاطو تاعكم تخرجوا لها الهواء بهذه الطريقه هكذا. تقلبوها وتبداو تخرجوا في الهواء هكذا، تضغطوا عليها بهذيك لاباط تلصق في لافاغس. فوالا شوفوا لاباط تاعكم ما تخليوهاش طريه بزاف باه ما يفسدلكمش الشكل في الكوشه. من الاحسن ديروها حاكمه روحها لاش تتعبكم في الخدمه. المهم ما يفسدش الشكل في الكوشه. هي يعني ما فيهاش الخميره، مي اذا لاباط كانت مخصوصه فارينه راح تهبط لكم في الكوشه. شوفوا كفاني ندور فيها بشوي باه ما تتفتحليش. فوالا هكذا ديجا درت البودان الاول خليته يروبوزي، وهذا راني ندير في الدوزيام. هذه الكميه تاع
المكونات دارت لي هاد الزوج البودا وبقات لي لا فارس. قيس حوالي 4 حبات او 5 حبات اخرى. خلاص لي تسمى العجينه وبقات لي لا فارس. هكذا باه ديروا حسابكم. شوفوا هنا السمك تاعكم نتوما تتحكموا فيه، اكيد ديروه رقيق شويه ما تخشنوهش باسكو دوك نديروا الكلاص الشوكولا، يعني نكلاصيوه بالشوكولا باش الحبه ما تجيناش كبيره. تبقاو ديروا هكذا حتى تحسوها ولات ليس تماما وما كانش حتى فقاعات لداخل، باسكو كنت تخلي فقاعات راح يفسد لكم الشكل. هنا تجيبوا موس تاعكم وتبداو تقصوا في الحبات. انا عندي هذاك المول استعملته اختياري ماشي شرط باش الحبات يجيوني كيف كيف. فوالا كيما راكم تلاحظوا هاي ليكم كيف تجي محشيه لداخل. هاوليكم المول اللي قلت لكم عليه نطراسي فقط به، ومن بعد نجيب موس يكون ماضي شويه ونبدا نقص في الحبات. تكونوا مشارين الكوشه تاعكم على درجه حراره متوسطه، وتحطوا الكاطو تاعكم يطيب من تحت 5 دقائق ومن فوق 2 دقائق. ثم يطيب هذا الكاطو ما فيهش حتى يعني حاجه تطول. لاباط فيها نسبه قليله. شوفوا كيفاه لاكوش تاع لاباط راهي رقيقه. انا دات لي من تحت 5 دقائق ومن فوق 2 دقائق وطفيت عليها وكان طايب 100%. ما تخافوش خلاص. البنات راني ناكد لكم على الطياب، ما تخليوهش يطيب بزاف. انا خليته 5 دقائق وحمار لي، يعني ماشي قاعد ابيض ولا راه وصل درجه ولا احمر. هذا شوفوا التالمو هش ولا غير هزيت حبات كسرت لي بنين درجه كبيره. والداخل الحشو مالغري ما درتش فيه العسل بصح جا معسل. هنا ذوبت شوكولاته بالحليب. اصلا هي فيها حبيبات تاع الكاوكاو، يعني شريتها هكذا جاهزه فيها حبيبات الكاوكاو. نتوما تحبوا ديروا شوكولا نوار ولا شوكولا بالحليب ولا شوكولا سنيكرز كيما اللي استعملت انا، لكم الاختيار. نزيد لها شويه زيت ذوبتها في الميكرووند وجيت نقلاصي الحبات تاع الشوكولا تاعي. اللي متحب الشوكولا ديري طبقه من المربى ولا ورمديه في نواة كوكو المحمصه، لكن بالشوكولاته راح يجي ألذ وألذ. هذا النوع من الكاطوات لازم لهم الشوكولا باسكو الشوكولا تغلفهم وراح يزيد يطرى اكثر واكثر. قد ما يزيد يطول قد ما يزيد يطرى. هذه نصيحه فقط. واللي متحب الشوكولا ولا عندها مرضى السكري تقدر ترمدوا في العفو تدهنوا بالمربى وترمدوا في نواة كوكو المحمصه. شوفوا هنا نقلاصي في الحبات تاعي كيما راكم تلاحظوا. طريقه بزاف سهله. نتمنى نكون عطيتكم جميع المعلومات خاصه طريقه الطهي. قلت لكم من تحت 5 دقائق ومن فوق 2 دقائق فقط. هنا عندي كريمه البوينو كيما راكم تلاحظوا راني ندير في دي غوزاس هكذا من فوق كتزيين، يعني ما لقيتش فكره كيف نزينو. اللي حبيت نزينو بهذه الطريقه نتوما لكم الاختيار. كريمه البوينو ما استعملتش المرجان باسكو المرجان تجي سايحه بزاف. استعملت بين مارك اخرى كانت عندي. فوالا نحطوهم وهنا التزيين عندي هذا لي ستيكرز تاع فيريرو. حبيت فقط ندير اللمسه هذه بما انه الكلاصاج فيريرو وانتم لكم الاختيار ديروا واش تحبوا. وهنا البنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا. هذه النتيجه النهائيه تاع حلوى اليوم مقروط البوينو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وجاتكم سهله. صراحه من اسهل واسرع الحلويات وبنينه مميزه جدا جدا جدا. ديما نقول لكم الكاطو كيعود بنين راني نقول لكم، يعني نقول لكم الصراحه يصلح مع قهوه حليب، يصلح مع الجو، يصلح مع الشاي نورمال، يتحط فيه نواه كوكو، فيه كريمه البوينو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وجاتكم سهله وتجربوها وتخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم. هاوليكم القوام. ما حبيتش نفزت الحبه نفتتها تماما، مي تقدروا تلاحظوا باللي تقدروا تفتوها فاسيلمون. شوفوا الشكل يجي باهي وكيوت زي صايطوطه وباهيه. نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم. شكرا تهلا في رباحكم.